من المواقف اللي حصلت قبل كده في عالم كرة القدم واللي كمان هتستغربها جدا ان لاعب ياخد كارت اصفر مرتين ورا بعض وما ينطردش من الماتش. ما تستغربش كلامي، تعالى وانا اقول لك. في ماتش قبل كده كان بين نادي بايرن ليفركوزن وبايرن ميونخ، وقتها خد اللاعب المغربي امين عدلي كارت اصفر مرتين ورا بعض، لكنه ما انطردش من الماتش لان لما كان وقتها فريقه خسران 1-0 قام امين عدلي واقع في منطقة الجزاء علشان يدي الحكم كارت اصفر على اساس انه بيكذب وما فيش اي خطأ من المدافع، وده اللي خلاه يغضب جدا ويقوم قالع الجزمة بتاعته وخابطها في الارض علشان يقوم الحكم بفحص الفار ويعرف انه ما بيكدبش فعلا ويروح ويحسب ضربة جزاء ويلغي كمان الكارت الاصفر اللي خده عدلي. لكن يا صديقي الدراما ما زالت مستمرة وما خلصتش، لان بعد 18 دقيقة بس من الموقف الاول وقع عدلي مرة كمان في منطقة الجزاء، فيقوم الحكم مديله كارت اصفر تاني على اساس انه بيكذب ومفيش اي خطأ من المدافع برضه، علشان للمرة التانية بعد ما الحكم يفحص الفار يكتشف ان عدلي ما كانش بيكذب ويروح يحتسب ضربة جزاء تانية ويلغي كمان الكارت الاصفر التاني اللي خده عدلي، وعلشان كده ما انطردش امين عدلي من الماتش. كرة القدم مليانة مواقف زي دي واكتر، فما تستغربش.